اوعى تخلع اسنانك لمجرد ان هي بتألمك، حاجه مهمه جدا. تعالى اقول لك على حاجه للاسف الشديد بتحصل مع ناس كتير جدا مننا، وهي انهم اول ما بيحسوا بالم في اسنانهم دايما بيفكروا في الخلع وبيروحوا على طول يخلعوا اسنان. لكن اللي انت مش واخد بالك منه وهو ان الخلع هو اخر حاجه بنفكر فيها واخر حاجه بنلجأ لها علشان نعالج الالم بتاع اسنانك، واوقات كتيره جدا مش بنلجأ له اصلا، لان للاسف الشديد السنه اللي بتتخلع مفيش اي حاجه في الدنيا ابدا تقدر تعوضها ولا تعوض كفاءتها في المضغ ولا احساسها ولا اي حاجه من الدور اللي هي كانت بتقوم بيه، ولا كوبري ولا زرعه ولا اي حاجه. رغم ان الزراعه حل جميل وممتاز جدا، لكنه مستحيل يكون زي السن اللي ربنا خلقها باحساسها حتى في مضغ الاكل ودرجه احساسها بالسخونه والبروده والحاجات اللي بتساعدك جدا اثناء تناولك الطعام. عشان كده السنه الطبيعيه اللي ربنا خلقها ما تفرطش فيها ابدا باي شكل من الاشكال، ودايما اول ما تلاقي فيها مشكله او تسوس بسيط فورا تروح للدكتور وتحاول تحل المشكله دي وهي لسه صغيره، بدل ما تكبر المشكله دي وتزيد وتضطر في الاخر انك تخلع السنه خالص او الضرس، وتلاقي ان مفيش وقتها حل بقى غير الزراعه وبيكون حل كويس. لكن ما ينفعش نقارنه باللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه وهي سنتك او ضرسك الطبيعي، عشان مفيش زيه. فحافظ على اسنانك لان هي مش بس جزء من ابتسامتك، دي كمان جزء مهم جدا من صحه جسمك العامه. عايز تطمن؟ احجز كشف او استشاره دلوقتي واحنا هنساعدك تحافظ على اسنانك طول العمر باذن الله. لو بتتابعنا على الفيسبوك او الانستجرام ما تنساش تعمل فولو، لو على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل. اشوفكم على خير في فيديو جديد. كان معكم دكتور عبد السلام محمد والى اللقاء.